أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في آه، ورشة عمل بهوية بودكاست، بطريقة البودكاست. إن شاء الله هنتكلم إزاي إن أنا أحول الرحلة، وأكون إزاي أمسك الرحلة بتاعتي من هاوية لرائدة أعمال. الورشة دي لمين؟ لمخصصة للمبتدئين أو الموهوبين أو الشغوفين بمجال الحرف اليدوية، الهاند ميد يعني، واللي عندهم اوريدي بيزنس وبدأوا البيزنس بتاعهم وعايزين ان هم يتأكدوا ان هم ماشيين في البروسس صح، او عايزين يرجعوا تاني، كانوا موقفين شغلهم وعايزين يرجعوا تاني لشغلهم. هنعرف ايه الاخطاء اللي احنا 95% مننا بيعملها، ومين بالظبط ال 5% ما بيعملوش الاخطاء دي، وبيعملوا ايه عشان ينجحوا في البيزنس بتاعهم الهاند ميد، اللي هم رائدات الاعمال بقى والناجحين اللي هم ما شاء الله قدروا ياسسوا براند قوي وناجح. وهنعرف برضو ازاي ان انا اوصل لاليات ان انا اوصل للجمهور بتاعي المستهدف، وان انا احدد رؤيتي للمشروع. هعرف برضو خلال اخر الفيديو ده كمان هسيب لكم هديه حلوه جدا 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 مني ليكم، وهيكون في سبيشال، يعني عرض حلو جدا جدا ليكي لو انت عايزه تبتدي تاسسي براند قوي وناجح. والنهارده انا هبتدي الورك شوب بتاعتي النهارده، وهعرفكم بنفسي. لو انتوا اول مره تسمعوني فدي بودكاست ابدائي، وانا هنا اسمي بسمة عاشور ابو العرب، هوستنج بودكاست ابداعي، وكمان انا بزنس اند براندنج منتور في ارت فالكس. وانا البيزنس بتاعي اونلاين بيساعد بساعدك ان انت تحولي شغفك من الصفر للاحتراف، وان انت تحولي من هاويه لرائده اعمال في المجال بتاعك. طيب خلينا نبتدي البودكاست بتاعتنا النهارده، ونبتدي الورك شوب بتاعتنا النهارده اللي بهويه بودكاست. في دراسه بتقول ان في 486 ألف قطعة هاند ميد اتباعوا في سنة 2018. والسورس ده، دي دراسة اتعملت في تبع وزارة الصناعة. واضربوا يا جماعة الرقم ده في 3 أو في 4 في سنة 2025. احنا دلوقتي بنسجل البودكاست دي في يوم 11/12/25. اضربوا الكلام ده في 4، لأن حجم السوق بتاع الحرف اليدوية كبير جدا 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 جدا. خليني ازوم كده شويه على الفيديو عشان او على الشاشه اللي انا عرضها قدامكم عشان تشوفوها اكتر. فهنا بيقول اكتر نسبه مبيعات كانت 20% للكروشيه، و18% للاكسسوارز، الاكسسوارات اللي هي اي حاجه ليها علاقه، اكسسوارات الليديز او بتاعت الستات، شنط بقى، خواتم، نيكلس، ايا كان. والازياء اللي هو مجال الفاشن والتفصيل كان نسبته 17%. ومنتجات الجلود الطبيعيه اللي احنا زي ما احنا عارفينها، اللي هي الشوزات والشنط الطبيعيه. وعلى فكره ده سوق حلو جدا جدا لغايه دلوقتي شغال، يعني في opportunities موجوده. وبالمناسبه الاحصائيات دي بتفهمنا ايه؟ بتفهمنا احنا كصاحبات مشروع المنتج اللي احنا شغالين فيه ده اوريدي ليه عرض وطلب في السوق ولا لا. لاني لو انا بشتغل في منتج ما فيهوش عرض وطلب فده بيكون خطر جدا جدا، فمش هقدر اعتمد عليه. الهوايه بتاعتي مش هقدر اعتمد عليها كمصدر دخل، ولا هقدر بالفعل ان انا اكون رائده اعمال فيه. ليه؟ لان هو ببساطه المنتج اللي انا بشتغل فيه او نوع المشروع بتاعي او نوع المنتجات بتاعتي دي ما عليهاش حجم وطلب كبير جدا جدا. ممكن يكون 1% او 2% بس اللي بيطلبوها او اللي محتاجينها او اللي بيشتروها او عندهم انترست فيها. فبالتالي انا مش هقدر ان انا اكمل في البزنس ده. فعشان كده بقول لكم كملوا الحلقه لحد الاخر، وما يفوتكمش اي حاجه، ومعانا ورقه وقلم علشان نكتب، ناخد نوتس كده تنفعنا. حقيقي حقيقي هتنفعك جدا جدا. واللي انت هتتعلميه او مع نفسك وبتحاولي كده تلقطي شويه معلومات او حاجه او نصايح او استراتيجيات عشان تطبقيها في مشروعك عشان تحققي مبيعات منه خلال سنه، سنتين، 3، 4، 5. ان شاء الله ممكن النهارده تتعلمي جزء منه حلو، ونصايح قيمه في الورك شوب النهارده، وتقدري ان انت تطبقي عليه في مشروعك فتلمسي يعني تطور، وتنتقلي للخطوه او المستوى التاني في البيزنس بتاعك ويبقى افضل. وكمان تقدري كمان عندك فرصه كبيره جدا جدا ان انت تاسسي براند قوي وناجح في الحرف اليدويه او في الهاند ميد النهارده. طيب
الانسايتس دي عندي مهمه جدا جدا. وزي ما قلت لكم احنا نضرب في اربعه او في ثلاثه. ليه؟ لان عدد الاوبن دايز اللي حصل في مصر مرعب يا جماعه. حصل بطريقه رهيبه جدا جدا، اكتر من 41 اوبن داي واكتر من 21 بازار. اوريدي دلوقتي احنا عندنا البازارات بقت بتعمل بلوجرز كتيره جدا وانفلونسرز كتيره جدا 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 بيعملوا. ومع كمان الحرب الحروب اللي حصلت حوالينا في المنطقة، خلى حتة والمقاطعات للمنتجات اياها، خلت ان احنا بنسبورت اكتر اللوكال براند. بقت الناس كلها تتجه ناحية البازارات وحتة ان انا اشتري من لوكال براند، وان احنا نروح نشتري من اب دايز، غير قبل كده، غير 2018 و2017. فعشان كده بقول لكم اضربوا في اربعة. فدي اول حاجة تقول لنا ان احنا ابدا ما حدش يقول مفيش مبيعات، مفيش انترست، مفيش عميل بيقدر الهاند ميد، علشان دي جمله كليشيه. وحقيقي بحسها بنعلق شماعتنا الاحباط او ان انا ما قدرتش، مش عايزه اقول الفشل، بس ان انا ما قدرتش اوصل للهدف بتاعي، او محاولاتي ربما الخطأ. ففي ان انا لا مفيش طلب في السوق، مفيش ناس بتشتري، مفيش حد بيقدر الهاند ميد. طب ما ربما انا النهارده اتعلم حاجه جديده في الورك شوب دي تفهمني ربما الاساليب او التكتيكات اللي انا بعملها في البيزنس بتاعتي هي اللي غلط، الخطوات اللي انا باخدها في البيزنس بتاعتي هي اللي غلط، هي اللي بتدمرني. طيب احنا عايزين بقى يعني نشوف نيلسون مانديلا بيقول لنا ايه. نيلسون مانديلا بيقول لنا ان الرؤيه بدون تنفيذ هي مجرد حلم، والتنفيذ من دون رؤيه مجرد مضيعه للوقت. اما الرؤيه والتنفيذ لما بيجتمعوا مع بعض فالعالم يقدر يتغير. وانا هنا بكلم البنات الحلوين وستات الامارات الجميلين اللي عايزين يغيروا العالم ويسيبوا اثر جميل بالمنتجات بتاعتهم وبلمسه ايديهم، بالمنتجات اللي هم بيعملوها وبالحرفه اللي هم عايزين يعلموها للستات عشان يقدروا يفتحوا بزنس تانية. فلو انت حاسه ان انت تقدري تعملي حاجه، ففعلا لازم تكوني تعملي رؤيه للمشروع بتاعك، عشان ما يبقاش احنا مجرد بنحلم واحلام يقظه. لازم نكتب رؤية، وده اللي هنطلع منه النهاردة في الورك شوب بتاعت النهاردة. دي كده احنا لعبة كنا بنلعبها في الورك شوب بتاعتنا. ودايما انا بحب قوي في التدريبات بتاعتي وفي الورش والكورسات بتاعتي اونلاين ان انا احط لكم شوية العاب كده اونلاين، ان احنا نتفاعل فيها مع بعض في الورك شوب. وهنا كان اغلب الناس قالوا ان هم يعني كنا احنا بنسأل مين شايف ايه في الصورة دي. فبعض الناس جاوبت قالت ثلاثة، بعض الناس قالوا اتنين، بعض الناس قالوا لا في واحد بس هو اللي موجود، وبعض الناس قالوا الإجابة الصحيحة. واكتبوها لي تحت في الكومنت دلوقتي في اليوتيوب. تمام. طيب نخش بعد كده احنا ايه توقعاتنا من الورك شوب بتاعت النهارده. بما اننا احنا بنشتغل على طول اونلاين والحلقه هتطلع مش لايف معاكم، فكانت توقعات الناس خليني اقولها لكم ان هي كانت جميله جدا. ان هم بيقولوا عايزين يتعلموا ازاي يسوقوا لمشروعهم ويزودوا مبيعاتهم، وازاي يتاكدوا ان هم بيبتدوا صح. فانا بطمنك ان انت في المكان الصح. لو انت عايزه تتعلمي ازاي ان انت تبتدي صح البيزنس بتاعك وتاكدي ان انت ماشيه في الطريق الصحيح ولا لا، لو كنتي اوريدي ابتديتي البيزنس بتاعك وعملتي البيج وعملتي كل حاجه، هتاكدي من الكلام ده النهارده وهتطلعي برؤيه واضحه للمشروع بشكل مبدئي للمشروع بتاعك، وللحرفه بتاعتك دي هتوديها فين، والشغف طبعا. وكمان هنتعلم طبعا اليات عن التسويق المنتج بتاعنا الهاند ميد، ودي برضو مهمة وضرورية جدا جدا. ويا جماعة الورشة دي قيمة جدا جدا، اتمنى تكونوا معاك ورقة وقلم وبتكتبوا الحاجات دي، او النوت بوك بتاعتك، وابتدي اكتبي خدي نقط في الحاجات دي كلها. وطبعا لو قابلتكم اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنت تحت الحلقة دي. طيب اول سؤال بيواجهنا في الورك شوب بتاعتنا النهارده، ازاي اوجد الشغف بتاعي الحقيقي. الشغف بتاعك النهارده في بعض الناس انا عارفه كويس جدا بيسمعوني ان هم محددين الشغف بتاعهم، اوريدي مختارين حرفه معينه، بتعمل شنط جلد، حد بيعمل ريزن، حد بيعمل كاندل، حد بيعمل مكرميه. طيب لو انا مش عارفه الشغف بتاعي الحقيقي ايه، هقول لك بكل بساطه ان انت محتاجه تعملي حاجه من الحاجتين دول. هنرجع شويه لورا كده، هاخد نفس واقعد اغمض عيني وافتكر انا يا ترى وانا صغيره كنت اكتر حاجه بحب اعملها ايه. لو انا مثلا انا هقول لك
انا كنت اكتر حاجه بحب اعملها ان انا اجدد المنتجات بتاعت ماما وانا صغيره طبعا. يعني كنت باخد الحاجه اللي هي هترميها وابتدي ان انا اعمل لها ريتاتشنج بالتصميم بتاعي وابتدي اروح ابيعها في المدرسه. فانا مثلا كنت بحب جدا جدا شغوفه بمجال الريسايكلينج، وده اوريدي كانت من احد مشاريع اللي انا اسستها، والحمد لله عملت صدى كبير جدا جدا ونجاح كبير جدا جدا، وقدرنا من خلاله نعمل اكتر من 35 ورشه اونلاين عفوا اوفلاين في مصر وفي السعوديه. واتكتب عننا كمان في اليوم السابع وفروز اليوسف، وفي عملنا لقاءات كمان في السي بي سي وروتانا مصريه والقناه التانية المصريه. فانا النهارده سؤالي، انت هترجعي في الطفوله وتشوفي انت بالظبط اكتر حاجه انت كنت بتحبي تعمليها، او ايه رؤيتك، او انت كنت شايفه نفسك ايه؟ هل انا كنت شايفه نفسي مثلا مدربه شاطره قوي في المجال اللي انا بعمله؟ هل انا كنت شايفه نفسي صاحبه بيزنس وصاحبه مشروع؟ هل انا كنت شايفه نفسي ايه بالظبط؟ شايفه نفسي فنانه جامده؟ طيب لو انا مثلا، ماذا لو انا ما كنتش فاكره انا كان نفسي في ايه، او اللي انا كنت نفسي فيه ما طلعش انا كان هو ده شغفي؟ يعني مثلا ممكن بعض الناس من اصحابنا او من المتدربات ممكن تكتشف كده، اللي هو لا انا كنت نفسي اطلع مهندسه، بس لما درست هندسه وكبرت قلت الله يخرب بيت اليوم ان انا دخلت فيها هندسه. حسيت ان هو مش ده شغفي، حسيت ان هو مش ده حلمي، حسيت ان ده كان حلم بابا وماما وانا كنت بحققه. وده بيحصل وحصل وبيحصل مع ناس ولسه كتير بيحصل مع ناس. طب انا اعرف ازاي الشغف بتاعي الحقيقي ده واعرف ان انا موهوبة في الحاجة دي؟ ده النقطة التانية او الحل التاني، ان انا هشوف انا الناس بتشكر فيا في اكتر حاجة ايه هي. هل بتشكر في الطبخة بتاعتك، في الاكلة بتاعتك، في طريقة تزيينك للبيت، في طريقة تنظيمك للديكور مثلا حفلات اولادك وحفلات قرايبك مثلا؟ هل بيشكروا في الميك اب بتاعك مثلا، طريقة الريتاتشنج بتاعك، طريقة العمل الميك اب والتنفيذ بتاعتك بتبقى شكلها جميل؟ هل انا بيشكروا فيا في طريقة اللبس بتاعي وطريقة تفصيلي؟ هل بيشكروا في ايه بالظبط؟ اكتر حاجة الناس اثنى عليا فيها هروح على طول هي دي احددها، هتبقى هي دي الحاجة اللي انا شاطرة فيها وهقدر احولها لبزنس. يبقى دي هي الهواية بتاعتي ودي اللي هقدر احولها لبزنس. ليه بقول الكلام ده؟ وده هيخلينا نسأل كمان يفتح معانا في حتة تانية، لاني ربما بعض الناس تقول لي ايه، والله انا حصل معايا موقف تحفة أو غريب جدًا. أنا عملت شمعة وكنت في يوم كنت مستضيفة قرايبي وصحابي وبتاع، وكنا عاملة عيد ميلاد يعني عيد ميلاد بنتي. وبدل ما الناس يعني استغربت جدًا الناس ما شكروش في الديكور وفي المجهود اللي أنا عاملينه، وبس عينيهم جات على الشمعة اللي أنا عاملاها اللي كنت حاطاها في الreception. وقالوا لي الله هي الشمعة دي انت جايباها منين؟ قلت لهم لا انا اللي عاملاها. قالوا لي طب بس احنا ما شفناش حاجة زيها في السوق، هو انت عاملاها ازاي؟ وابتديت ان انا اشرح لهم وقالوا لي ايه ده بجد احنا هنروح ننفذها. يبقى اذا انت هنا ايه؟ انت هنا مدربة، انت هنا بتعرفي توصلي المعلومة، انت هنا ملهمة، انت هنا عندك يعني لباقة، وعندك مهارة ان انت تعرفي تشرحي، وعندك مهارة الابداع. يبقى انا النهاردة افكر ان انا ازاي احول الهواية بتاعتي دي ان انا اعمل لها انتو بزنس، من خلال مثلا ان انا اقدر اعمل كورسات اونلاين او اوفلاين، وابتدي ان هو يمشي لي شويه حته المبيعات والارباح، واقدر اعتمد فعلا على الموهبه والشغف اللي عندي دي بان انا احولها لبزنس. خلاص يبقى انا عندي ان انا يا اما هفتكر انا من ايام الطفوله كنت بعمل ايه واكتر حاجه كان نفسي فيها. تاني نقطه ان انا لو انا ما كنتش عرفت دي او عايزه اتاكد ممكن تبقى حاجه بلس، ان الناس كانت بتشكر فيا في ايه؟ هل بتشكر فيا في افكاري؟ بتشكر في حاجه منتج معين انا بعمله او منتجات معينه انا بعملها؟ بتشكر في مثلا في طريقه شرحي، او بتشكر او بتبقى بتطلب مني ان انا عايزه يتعلموا الحاجه اللي انا بعملها؟ فده هيخليني ان انا اتنقل للسؤال التاني اللي هو شكل البيزنس اللي انت عايز توصلي له ايه؟ لان ده مهم جدا جدا. انا قبل ما انا ابتدي البيزنس واجامب انتو ان انا اعمل بيج واكريت لوجو وابتدي ان انا اعمل انفيتيشن مش عارفه لقرايبي واهلي وخلاني والكلام ده كله، واللي بيؤدي الى كارثه طبيعيه وهنعرفها في برضه في حته التسويق، وده بيدمر المشروع في ايه او بيدمر البيج في ايه، وليه ما بيحصلش بعد كده مبيعات. فانا للاسف احنا اغلبنا بيروح بيعمل كده زي الافيه اللي بيتقال في الافلام المصريه بالظبط، اللي هو بتاع محمد سعد، صدق سلخت قبل ما اذبح. وقد ما هو كوميدي الافيه ده، بس هو فعلا اغلبنا واغلب صاحبات المشاريع
مش بس في الحرف اليدويه، بره الحرف اليدويه كمان بيعملوا نفس الموضوع ده، ان هي بتجامب بدل ما تمشي A B to C، يعني ستابس ورا بعضها صح، بسيكونس معين او برتم معين وماشيه بالخطوات صح، لا تروح عامله A Z. فده اللي بيحصل حته الدروب، ان انا ما بعرفش اعمل مبيعات، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش ان الا يجي لي اوردر او اتنين صدفه، او يجي لي من الناس القريبين مني، وبعدين ما بعرفش ان انا اظهر ولا اسوق لشغلي، او عارفه انا في الاخر هوصل لايه، او ماشيه صح ولا غلط. ده اللي هتعرفيه ازاي، او ده اجابه السؤال ده، او ليه بيحصل معاكي كده من اجابه السؤال ده. ايه شكل البيزنس اللي انت عايزه توصلي له؟ هل انا عايزه ابقى ايه؟ عايزه ابقى هاند ميد برودكت براند، انا عايزه اسس براند قوي وناجح زي مثلا بوسينه. بوسينه هاند ميد يا جماعه، بيج وهم بزنسز بتاع بيزنس بتاع كروشيه، وهو دلوقتي ما شاء الله لو بتخشوا عليه تابعوه على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى انستجرام، هتلاقوا ان هو اسس ببراند ابتدى ياخد خطوات ان هو يبقى خلاص براند، بقى بيعمل ديفيليه وبيعمل عرض ازياء بالملابس الكروشيه اللي هو بيعملها دي بره في امريكا، بقى ابتدي يعمل كولابريشن مع براندات وستورز اونلاين واوفلاين. فابتدى ان هو بيتحرك ان هو هاند ميد برودكت براند، وبيأسس نفسه وبيثبت نفسه وبيعمل بوزيشننج لنفسه بطريقه مختلفه عن اللي موجود في السوق. طيب انا ممكن حد تاني يجي يقول لي لا انا مثلا انا مش عايزه اعمل حته البراند دي، او ما تناسبنيش ان انا اعمل براند دلوقتي. انا اوكي، اتس اوكي، هي اتس ا جود ايديا، بس انا مش دلوقتي عايزه اعمل ده. هقول لك ممكن، طيب احنا يعني خلينا كده نفكر، طب ما انا ممكن اكون مثلا انت عايزه تعملي مثلا educational platform، عايزه تعملي منصه او موقع الكتروني اونلاين عايز يعلم الحرف اليدويه. انا عندي باشن في كل الحرف كلها، فانا ممكن ربما تبقي انت اصلا بتعملي يعني، او نفسك او الرؤيه بتاعت مشروعك، او اللي انت الحاجه اللي انت عايزه تعمليها ممكن تبقى منصه تعليميه لتعليم الحرف اليدوية. او ان انا حاجة تانية خالص، انا جاست ان انا مثلا ممكن ان انا اكون international artist، زي مثلا ما احنا شفنا الفنانة النور اللي هي بترسم على التابلت، اللي صورت قد ايه فنها بالشغل الديجيتال، او الرسم الرقمي اللي هي بتعمله، او الديجيتال ارت اللي بتعمله ده، اللي هو اللي بتعمله بالتابلت. ده بيكون ازاي قدرت ان هي تصدر المسج وتعبر عن الرساله بتاعتها وعن فنها باللي بيحصل في حرب فلسطين. فهنا بقت هي انترناشونال ارتست، بقت كلنا عربي وغير عربي بيشير رسوماتها والفن بتاعها اللي بيعبر عن الازمه والحرب اللي موجوده حاليا في الدول الشقيقة. فإذا أنا النهاردة عايزة أبقى انترناشونال ارتست، ولا عايزة أبقى هاند ميد برودكت براند؟ لأني الرؤية دي ودي مختلفة، ممكن نبقى احنا الاتنين بنفس الموهبة بس رؤيتنا مختلفة. ممكن أنا والمنافس بتاعي بنعمل منتجات مكرمية شبه بعض، بس أنا بتحرك اتجاه حتة معينة وهو بيتحرك اتجاه حتة معينة. أنا الكابابيلتيز بتاعتي وإمكانياتي في حتة معينة، وهو إمكانياته ووقته وطاقته والاستراتيجي بتاعته بشكل معين. وهنا الرؤية هي دي اللي بتحدد، والأهداف، واللي كنت انت قادرة تمشي عليها، واللي بينفذ هو ده اللي بيوصل أسرع من اللي بيكون عايم ومش عارفة، أو عايمة ومش عارفة هي بجد هي عايزة إيه أو بتوصل لإيه. حتى لو أنا شاطرة قوي، فدايما بتلاقوا حتى المعلمين بتوع السوق او الاكسبرت بتوع الماركتنج يقول لك ايه، اللي الشاطر واللي مش بيسوق لنفسه ما بيكسبش قد اللي مش شاطر وبيسوق لنفسه. دايما هتلاقيهم بيقولوا كده، خليك تسوق لنفسك هتكسب اكتر، لكن الشاطر اللي مش بيسوق لنفسه ما بيكسبش. ليه؟ علشان انت مش مهتم بحته البيرسونال براندنج او بالكونتنت. فده هيجي لنا لحته تانية خالص. يبقى احنا اختاروا بس الحته دي، ركزوا فيها واكتبوا انتوا بالظبط محتاجين تعملوا ايه بالظبط من الخيارات اللي موجوده قدامنا، لان مش كلنا الحرفه بتاعتنا بس غرضها او ان انا اقدر اكسب منها او اقدر احولها لبزنس بس بنبيع المنتج بتاعي بس، لا. وده هينقلنا لحته تانية اللي هي بتاعت انا بالظبط خلاص حددت ايه شغفي، وبالظبط ايه اللي انا عايزه اعمله لمشروعي، انا عايزه رؤيتي ايه. ممكن بعض الناس كان في كومنتات لطيفه تقول لي مثلا لا انا عايزه اعمل بقى، لا عايزه اعمل ده كله، انا عايزه اعمل براند
لبيع الخيوط او الماتيريالز بتاعت الهاند ميد. طيب ده ما هو ده موجود، ده موجود في براندات بدأت وعملت الكلام ده، زي الحديقة السرية عملت الكلام ده، ابتدت تبيع ماتيريالز هاند ميد رغم ان هي كانت بتشتغل حاجات هاند ميد، بس ابتدت تبيع منتجات هاند ميد وادوات تساعد الارتست بتوع الكروشيه والمكرمية والبانش نيدل والحاجات دي، ابتدت تكبر. ومن اساسها ومن على اساسها والبيزنس بتاع الاونلاين ابتدت تعمل مكان خاص بيها اوفلاين. فاذا انت النهارده لما انا احدد الشغف بتاعي واحدد انا عايزه احول ايه بالظبط في الشغف بتاعي ده، عايزه احوله انتوا ايه عشان يمشي كبزنس، هيسهل عليكي انت في خطواتك وفي المحتوى، ويسهل عليكي في طريقه تسويقك للمنتج، ويسهل على الزبون حتى ان هو يعرف انت مين وعايز تعملي ايه، ويظهر للزبون ان انت قد ايه محترفه وفاهمه وان انت فعلا حد يعني ذو ثقه من خلال الخطوات اللي احنا هنمشي فيها مع بعض، واللي هتعرفنا ازاي ان انا ابتدي كبقى كبزنس اونر، ان انا اتحول لرائدة اعمال او ابقى اتحول من هاوية ل انتربرنور. ان انا اعرف ازاي ايه هي رحلة ريادة الاعمال، او يعني ايه مصطلح ريادة الاعمال، او يعني ايه رائد اعمال. الاعمال خلينا نقول رائد الاعمال مواصفاته عاملة ازاي. هو بيبقى بيشتغل ضمن تيم، عنده مخاطرة، بياخد مخاطرة، دايما هتلاقيه بياخد المخاطرة في أي قرار وفي أي وفي تكبير البيزنس. ودايما هتكون البيزنس بتاعه سكيلبل، يعني قابل للنمو والتوسع، مش بيزنس تجاري أو شغل كوميرشال، محل أو أو عفوا أونلاين بيزنس صغير بيبيع منتج معين بشكل ما وخلاص. وفي نفس الوقت بيكون الافكار بتاعته كلها فيها ابداع وفيها كرياتيفيتي وفيها عنصر الابتكار. فزي مثلا احنا شايفين قدامنا هنا مثلا زي هنا مثلا البطيخ، هو مثلا هنا ثمنه 1x. فالبيزنس مان هيفكر ان هو ازاي يخلي البطيخ ده يبيعه ب 1x ونص. يعني لو هي بتتباع البطيخة بجنيه، هو هيفكر ان هو يبيعها ازاي بجنيه ونص. لكن الانتربرنور هيفكر ازاي ان هو الحاجة تكون ب1 اكس يبيعها ب5 اكس، يحولها ازاي من منتج اللي هو حاجة بسيطة خالص لين حاجة بتباع ب5 اكس. لو احنا بنفكر في المثال ده على سبيل المثال في منتجات الهاند ميد، هتفكري ازاي في بكرة الخيط ان انت جايباها ب1 اكس ازاي تحوليها ل5 اكس و10 اكس و20 اكس. هو ده الانتربرنور هنا، ان انا اقدر اتحول كصاحبة مشروع هاند ميد، اكون رائدة اعمال فعلا في الهاند ميد بالطريقة دي، باللوجيك ده، ان انا ابص ازاي للمنتج او للحاجة اللي قدامي دي ايا كانت هي ايه نوعها، كراسة، ورقة، بكرة خيط، لون، ماتيريال جايباها بشتغل بيها، جلد، اي مادة خام انا ببص لها برؤية فيها ابداع وفيها ابتكار، ازاي ان انا اقدر احولها لمنتج او خدمة تانية تدفع لي مقابلها 5x زيادة، 10x زيادة، 200x زيادة. النهارده مثلا الناس اللي بيعملوا الكروشيه، الناس الناجحه اللي قدروا ياسسوا البراند كمان القوي الناجح، كمان ليه ده بيبقى ليه قواعد عشان برضو اعرف ان انا ابيع حاجه زي مثلا حاجه معموله ببكره كروشيه ابيعها ب 200 جنيه مثلا ايا كان. انا بقول على سبيل المثال، مش هقول حاجه ب 200 جنيه، يعني ايا كانت هي ايه. عشان اقدر ابيع حاجه انا جايباها ب5 جنيه، ان انا ابيعها ب200 جنيه، لازم اقدر ان انا اعمل ليها براند قوي، براندنج قوي جدا. وده اللي بنشتغل عليه في الكورس سكيل يور كرافت هابي، اللي بنشتغل فيه ستيب باي ستيب مع بعض في النقط دي، ان انا ازاي ان انا اخلي العميل يثق فيا، يثق في القيم بتاعتي، يثق في افكاري، يعرف مين بالظبط اللي ورا البراند، يعرف بالظبط المنتج بتاعي ده ايه مميزاته، عشان يقدر يشتري مني ويدفع فلوس مقابل المنتج اللي انا ببيعه. طبعا انا مش محتاجة اقول ايه انواع الحرف اليدوية، فاحنا اي حاجة معمولة بالايد، اي حاجة رسم او سواء رسم ديجيتال او رسم بالالوان او الحاجات دي كلها بتدرج شوية
في الهاند كرافت بزنس، اي حاجه معموله بالايد فانا بقول عليها او احنا بنقول عليها الحرف اليدويه. طب ازاي بقى اقدر يا بسمة احول الهوايه بتاعتي دي لمشروع؟ زي ما احنا قلنا احنا اخترنا خلاص الهوايه واخترنا الشغف بتاعنا، ازاي اقدر احولها لمشروع حقيقي؟ هو من ان انا ازاي ان انا اشتغل عليها واسوق لمنتجاتي بشكل صحيح، على حسب انا اخترت ايه من الالقاب دي او من شكل البيزنس ده. النهارده انا لو اخترت ان انا عايزه ابقى بزنس منتور او سوري هاند ميد بزنس منتور، يبقى انا النهارده لما اجي اقول انا عايزه ازاي اقدر احول شغفي وهوايتي ده لمشروع حقيقي، فانا مطالب مني ان انا ابتدي اسوق لنفسي از منتور، از ان انا حد استشاري او حد بيوجه صاحبات البيزنسز الصغيرين في الكروشيه ازاي يبتدوا يسعروا مثلا شغلهم، وازاي يقفلوا، وازاي يعملوا كولابريشن او يعملوا تعاونات او شراكات مع بيزنسز تانية او مع مشاريع تانية علشان يقدروا يبيعوا ليهم شغلهم. على سبيل المثال انا محتاجة بشكل عملي جدا 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 مباشر ان انا انزل اتعامل واسوق لنفسي واعرف الناس بيا وبشغلي في المراكز اللي هي بتاعه الارت، اللي بتقدم كورسات بتاعه الحرف اليدويه او بتقدم حاجات فنيه. ابتدي اعرفهم انا فلانه الفلانيه وده شغلي، ومعايا صور طبعا بتاعه شغلي على الموبايل، وابتدي اقول لهم انا عايزه اقدم ورش او انا قدمت قبل كده ورش فانا عايزه اقدم ورش جديده. ايه رايكم تجيبوا لي مثلا طلبه وانا هجيب طلبه من عندي وهنتفق بالطريقه الفلانيه، النسبه انتوا هتاخدوا والله نسبة مثلا 60% لما تجيبوا لي طالب من عندكم او طلبة من عندكم، لان كنتوا بتدوني مثلا الطلبة وبتدوني المكان، وانا لما اجيب لكم طلبة من عندي انا هاخد نسبة ال60% من الربح. وهكذا. لما احنا اشتغلنا قبل كده مع بعض، يعني اشتغلنا مع صاحبات الحرف اليدويه قبل كده في برنامج ابداعي تدريبي، اشتغلنا بالطريقه دي ان هم ازاي ساعدناهم في كل مرحله في البيزنس بتاعهم. النهارده لو هي عايزه تبتدي في بزنس كروشيه، بابتدي اعرفها ايه النيدز اللي موجوده في السوق، وعلى حسب كمان امكانياتها بتبتدي تتحرك على هذا الاساس. ان هي اوكي مثلا الطلب في السوق على منتجات التدريب وتعليم الكروشيه، خلاص هتجه وابتدي اعمل ده. وده زي ما حصل مع ريهام مسعود، المتدربه بتاعه برنامج ابداعي اللي اشتركت معانا في راوند 1، وقدرت ان هي تقدم الكورس بتاعها او الورشه التدريبيه بتاعتها دي لاكتر من 12 طالب في الراوند الاولانيه ليها. فكل واحد يبقى احنا هنا اتفقنا في حته ان ازاي احول الشغف بتاعي لبزنس، كل واحد على حسب الاسلوب والرؤيه بتاعته والهدف بتاعها ايه، على اساسه بنتحرك. طب ازاي بقى اسوق منتجاتي اونلاين؟ في عندنا انواع للمحتوى، في انواع محتوى على حسب برضو الرؤيه اللي انا اخترتها هبتدي اقدم محتوى ايه بالظبط عشان يبيع معايا. يعني مثلا لو جيت اتكلمت عن المحتوى التعليمي، فانا المحتوى التعليمي عندي لو انا هقدمه، لو انا از منتور، غير لما هكون يعني بقدمه للعميل بتاعي اللي هيشتري مني المنتج بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا النهارده بعمل مثلا شمع، فانا النهارده هبيع الشمع ده للزبون بتاعي اللي بيدور على شكل وحاجه ديكوريه وحاجه مثلا يعني بريحه معينه وللاجواء الشتويه ومش عارفه ايه. لما اجي اقدم له محتوى تعليمي هقول له نصايح ان انت ازاي تستخدم الشمعة دي، ازاي مثلا ان في بعض الفواحات عندنا بنستخدمها، طب انت مثلا تختار ازاي الفليفر او السنت او اللي هو مفضل ليك. هل انت مثلا بتحبي الحاجات الشجري ولا بتحبي الحاجات الفلوري؟ بتحبي ايه بالظبط؟ فابتدي اساعد الزبون واقول له الحاجات اللي عندي وايه اللي يناسبك. لو انت بتحبي مثلا حاجات الشجري، فانا عندي والله الستروبري مثلا سنت حلو قوي، او التشيز كيك مش عارفه حلوه قوي. لو انت بتحبي مش عارفه كذا، يبقى مثلا عندنا الجاسمين او الفل او العنبر او العود بالشكل الفلاني. يبقى انا قدمت هنا محتوى تعليمي بياع للزبون، غير لما اكون بقى انا كاندل منتور او ان انا هاند ميد منتور، فانا بقدم نصايح في الشمع، فهبتدي بقى اقول
النهارده بقى عشان يا جماعة نعرف، تعالى أقول لكم قصة الشمعة دي هتتعمل إزاي. والله وأنا باعملها قابلت تحديات كتيرة جدًا. أولًا الجار، أول درس إن أنتِ أبدًا ما تعمليش في الجار مثلًا الإزاز اللي هو بيكون بmaterial مش عارفة رفيّعة، لإن ده ما بيستحملش درجة الحرارة بالشكل الفلاني، بالذات مع الشمعة اللي هو الصويا wax. فأنا النهارده ابتديت إن أنا أعمل الخطوات دي علشان أقدر أوصل على التدريجة دي بالشمعة بالطريقة الفلانية. وبعدين كنت مجهزة جنبي القوالب، وابتديت إن أنا أحط من الحاجات اللي طلعتها من القوالب بعد ما الشمع نشف في البرطمان، ابتديت أحط الحاجات دي وأرصها، ومش عارفة بعد كده عملت الفتيل وهكذا. فابتديت النهارده أقول لها نصايح، ابتديت أقول لها الخطوات، ابتديت أقول لها tips and tricks، فابتدت تحس إن أنا حد expert. فالنهارده لما أكون أنا النهارده عاملة بيج وأنا محددة رؤيتي إيه، أنا مين، هبتدي أعرف أقدم إيه المحتوى التعليمي اللي أنا هقدمه، وايه المحتوى الالهامي اللي انا هقدمه، هقدم للناس ايه ومش هقدم لهم ايه. ولو عايزه اقدم محتوى بيحكي قصتي هقدمها ازاي، هل هقدمها ان انا واحده محترفه وعملت وسويت ودي التراكس بتاعتي وبصوا مغامراتي، بصوا النهارده الخطأ اللي انا عملت فيه، زي ما في بعض الناس بيعملوها. هتبصوا كده على الناس اللي هم ناجحين في مجالهم، في مجال الهاند ميد، اللي هم بالذات في المجال اللي هم المنتور او المدربه او الترينر او الحاجات دي كلها، هي دايما بتتكلم عن اخطائها اللي عملتها في المشروع. كل التفاصيل بتشارك فيها الفولورز بتوعها. ف... فالنهارده مهم جدا جدا تحددي رؤيه تمشي عليها، وعلى اساسه تبتدي تحددي البراندنج استراتيجي والماركتنج استراتيجي بتاعتك بتسمع معاكي. والماركتنج استراتيجي بتركز بتطلع معاكي المحتوى، الكونتنت بلاننج، التوبكس اللي احنا هنتكلم فيها ايه، وايه بالظبط الكول تو اكشن منها، تسهل بقى عليكي بقيه البروسيس كلها. يبقى اذا لما اظبط ايه هيظبط معايا بي، هيظبط معايا سي، هيظبط معايا بقيه الخطوات كلها. وانا يعني في الحته دي عايزه لو اي حد بالنسبه له في حته مش واضحه لازم تكتبوا تحت في الكومنت، اكتبوا لي علشان يعني لو في اي مشكله او حاجه مش واضحه نعمل عنها فيديو مره تانية. طيب في نقطة هنا احنا ما اتكلمناش فيها، ازاي ان انت تكتبي بوست يبيع بيخاطب الاحساس بالسعر. اعتقد ده احنا محتاجين اكتر ان احنا نكتب سكريبت، نتعود بالممارسة بتاعت حتة ان احنا واحنا بنكتب سكريبت عن الريل. في طريقة سكريبتات انا بكتبها بطريقة معينة بتساعد ان هي الزبون احسسه ان انت مش عايزاك تشتري مني وخلاص، لا انا عايزة افهمك ان المنتج ده بيحسسك بايه. تاني الحتة دي الناس ما بتحبش تحس عفوا الإحساس اللي هو أنا عايزك تشتري المنتج بتاعي ده عشان جميل قوي، عشان هو تحفة، عشان أنا تعبت فيه. طب ماشي، أنا هيعود لي بإيه؟ لا أنا عايزة النهاردة أحس إن المنتج ده هو فعلا معمول ليا، هو فعلا مناسبني، بيعود عليا بإيه، بيديني إحساس الفخامة، بيديني إحساس الرقي، بيديني ريلاكسيشن، بيديني إيه، بيساعدني في إيه، أنت عاملاه لإيه. النهارده أنا مش بخلي الناس تشتري منتجاتي، هم اللي بيجوا يشتروا منتجاتي. يعني مش يعني لازم اقول له ايه القيمه اللي هتعود عليك من شراء المنتج. ومن هنا بتبتدي تتبني الثقة أو الريليشن، أو يبتدي هو يفهم المنتج بتاعك ده إيه وإيه بالظبط، يبتدي تتبني عنده الرغبة من خلال الاستراتيجية التسويق اللي إحنا بنشتغل فيها مع بعض. خلاص. طيب ايه بقى الاخطاء اللي 95% بيعملوها صاحبات الحرف اليدويه؟ وركزوا ركزوا كويس قوي 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 في الحته دي، علشان في ناس بتفوتها الحته دي او بتبقى متخيله ان هي بتعمل كله زي الفل وكله تمام وانا ماشيه على كل الخطوات. انا ليه مش ببيع؟ انا ليه مش بنتشر على السوشيال ميديا؟ ليه الشغل بتاعي مش بيجيب مبيعات؟ ليه شغلي تحفه بس مش جايب مبيعات؟ ليه باجي اسعر الحاجه ب 3000 جنيه واجي الاقي الاقيني خايفه ان انا اقول السعر للعميل، ولما اقوله اقعد اقول له طب 2000، طب 2000 ونص، طب خدها ب 1000، طب ب 900، ابتدي ابقى انا يعني خجلانه، اكني خجلانه وانا بطلب السعر بتاعي. ليه بقى؟ الاخطاء اللي انا بعملها من ضمن الاخطاء الواضحه اللي احنا بنعملها ان احنا بنشتغل من غير ماركتنج بلان، من غير خطه تسويق واضحه. يعني ايه؟ يعني مش بقول انا عايزه ابيع الشهر ده
من كام منتج، والمنتج انه منتج اللي انا هبيعه وايه بالظبط مميزاته، وعلى اساسه ببتدي احط الماركتنج بلان بتاعتي، وعلى اساسه ببتدي اشوف بالظبط انا عندي بالظبط كام منتج انا عايزه ابيعه، وعلى اساسه برفلكت ده في خطه التسويق بتاعتي. كمان انا عندي مشكله في اغلب صاحبات الحرف اليدويه، ان هم بيبتدوا بيعملوا تحسبوا التكلفه كده حبي، بالحب. لأ، ما فيش حاجة اسمها زي كده. أنا النهارده أنا باسعّر المنتج بتاعي ليه طريقة تسعير معيّنة، لازم أبُص عليها، ولازم أقدّر شغلي عشان غيري يقدّره. لو أنا النهارده جايبة الحاجة زي ما كنا بنتكلم على مثال البطيخاية دي، لو أنا النهارده باتكلم في حاجة أنا عاملاها هي ب5X وبابيعها ب5X، ما استناش إن في حد يقدّر الشغل بتاعي. تمام. برضو في نقطة أنا برضو بنلاقي كوارث مثلا في مجال بالذات الهاند ميد، إن هو النهاردة إيه الحاجة مثلا تبقى سعرها في الافريج ب2000 جنيه، تلاقي عميل هو بيروح يروح يدور على معلش بادجت على أي حد يروح يعملها، بيبقى عايزها بأقل سعر. يعني تلاقي مثلا ايه، يعني تبقى الحاجة معروفة بسعرها ب2000 جنيه، تلاقيه هو رايح يدور وبيفاصل انت معاكي على ال50 وال100 جنيه، رغم ان انت معرضاها اصلا ب500 جنيه، وهو عارف ان هي سعرها ب2000 جنيه. مع ذلك هو عايز يشتريها منك ب200 جنيه او ب400 جنيه وبأقل سعر ممكن. ليه؟ علشان الزبون اصلا اللي جاي لي ده جاي لي غلط، انا مش عامله له ماركتنج بلان. الزبون بتاعي انا مش محاسبه تكلفتي انا صح، مش عامله استهداف صح للعملاء. فبيجي لي العملاء اللي هم النص كم، اللي هو اللي عايز الحاجه بارخص سعر، مش عايز الحاجه الكواليتي، مش عايز حاجه اللي معموله بحب او مبذول فيها جهد او مبذول فيها تصميم، هو عايز حاجه سوري يعني اي حاجه وخلاص. فاهماني؟ فالنهارده لما تيجي تعملي بيج، ارجوكي حاولي بقدر الامكان ان انا اشوف مين بالظبط الاودينس اللي انا عايزه اوصل لهم، وابتدي اعمل ماركتنج بلان على هذا الاساس، واحسب التكلفه بتاعتي، وابتدي امشي على خطوات واستراتيجيات من اللي احنا بنتكلم فيها في او اللي انا بتكلم فيها بشتغل فيها معاكم في سكيل يور كرافت هابي، وهتلاقي على طول ابتدي الدنيا تظبط معاكي. لكن احنا من ضمن الاخطاء اللي احنا بنعملها، بعمل بيج ببقى متخيله ان انا يعني هروح عامله انفيتيشن او اعمل دعوه لاصحابي وقرايبي وخلاني ان هم هيروحوا يعملوا لي لايك، ودي من ضمن الاخطاء الفادحه اللي اصلا بتدمر المشروع من قبل ما يبتدي. ان هو اصلا في الاخر دول مش التارجت اودينس. قرايبي وحبايبي دول اللي انا بطلب منهم ان هم يعملوا لي لايك هم مش التارجت اودينس. فكل سوشيال ميديا بلاتفورم، كل فيسبوك او انستجرام او يوتيوب، هو بيتعامل مع الزبون بتاعك يعني بمعامله الالجوريزم بتاعته بتعامل ازاي. النهارده انا مثلا عملت بيج وجالي عليها 50 لايك، 50 لايك دول من الفريندز والفاميلي بتوعي، من اصحابي ومن قرايبي. فالنهارده انا بكل ما باجي بنزل البوست هم حد فيهم ممكن بيعمل لايك والباقي ما بيعملش اي لايك، بيفر كده، بيمرر او بيعمل سكرولينج، ومن غير ما بيعمل اي تفاعل او يطلب منك اوردر. هنا الالجوريزم بتبقى عامله زي بالظبط زي الكلب البوليسي ببساطة شديدة جدا جدا. فهو أول لما الكلب البوليسي بيتدرب ازاي، هو بيبقى والله انت أول لما تشم ريحة الدم دي اقعد هوهو، والله لما تشم ريحة المخدرات دي اقعد هوهو ونعرف مكان المخدرات فين. نفس الكلام الالجوريزم بتشتغل بنفس الطريقة دي. النهاردة لما يشوف ان البوست بتاعك ده مش جايب لايكات، ما بيظهرهوش لناس تانيين، ما بيظهرهمش للاودينس اللي انت عايزاهم. ليه؟ لاني انا النهارده صاحبتي وعارفين انت بتسعري الحاجه ازاي او عارفين شغلك ازاي، فهم مجرد الموضوع مجرد ان هم بيتفرجوا عليكي، مش عايزين لا هم يشتروا، لا هم عايزين الحاجه ب 2000 جنيه، هم عايزين الحاجه ب 200 جنيه، مش عايزين الحاجه ب 2000 جنيه اللي انت بتبيعيها. تمام. هم عايزين حاجه عادي من التوحيد والنور، عادي مفيش مشكله، مش عايزين حاجه هاي اند ماتيريال او حاجه بتتعمل هاند ميد متعوب فيها، هم عايزين حاجه ب 200 جنيه او مجرد داخلين بيتفرجوا مش اكتر وخلاص.
فانا بموت البيج بتاعتي من قبل ما تبتدي، وبموت المشروع بتاعي من قبل ما تبتدي. لما اجي اعمل انفيتيشن للناس القرايبي والخلاني، ببتدي خلاص الالجوريزم بيفهم ان المحتوى ده غير قيم، غير تفاعلي، ده هيطلع الناس من الابلكيشن بتاعي. فبيبتدي ان هم بيعملوا سكيب او بيدفنوا بالحياه، ما بيطلعهوش لاي حد غير. هتلاقي الريتش بقى بتاعي في 10 50 30 وما بيكترش عن كده، عشان اكيد احنا وقعنا في خطأ من الاخطاء دي. رابع خطأ احنا بنعمله، او تالت عفوا خطأ، ان احنا بنقلد مشاريع تانية من غير ما نعرف ايه الجمهور بتاعنا اللي احنا عايزه، او بنعمل خطأ اسوأ ان احنا بنقول قابل للتنفيذ. ودي نخليها مرة تانية هقول لكم فيها ايه اخطائها وايه يعني الحاجات المترتبة عليها. يعني قد ايه بتعمل حاجات كارثية ان انا اقول قابل للتنفيذ. تمام. من ضمن الحاجات اللي هي بتوقع المصداقيه مع الزبون. النهارده الزبون بقى ناصح جدا جدا جدا، وبيقعد يدور في اكتر من بيج عشان ياخد قرار الشراء. فالنهارده ما تضحكيش على الزبون تقولي له قابل للتنفيذ فهو خلاص هو داق وشرب. احنا بقى السوق في الهاند ميد بقى في والاونلاين ماركتنج، قصدي عفوا الاونلاين شوبينج في مصر بقى له 5 سنين. فالنهارده احنا الجروبات والناس مليانه، مالين الفيسبوك والانترنت بالتجارب السيئه بحيث قابل للتنفيذ او المنتجات دي عندنا. فالنهارده خلاص فكره ان احنا طريقه الاولد سكول، او طريقه المدرسه القديمه اللي كانت بتقول لك في الماركتنج روحي اعملي نزلي بيج صور، وابتدي ان انت سوقي لنفسك وقولي قابل للتنفيذ، او ده شغلنا، او دي منتجاتنا، او متاح. النهارده المدرسه دي اشطبي عليها. عايزه تكملي عليها براحتك، هيجيلك زباين بنفس طريقه الزباين، وبنفس المايند سيت بتاعتهم، بنفس الانفصال، بنفس طريقه المبيعات الاوردر او اتنين، بنفس الاخطاء الكارثيه اللي هتكرريها. ما تستنيش ان انت بعد كده الاكشنز طول ما هي هياها، فمش هيحصل حاجه جديده. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وفي حكمه اجنبيه بتقول حاجه زي دي، يعني رغم ان القران الكريم اعظم ويعني واشرف من كل حاجه، لكن في حتى في حكمه اجنبيه بتقول لك كده، ادام انت بتعمل نفس من الغباء فعل نفس الشيء وتوقع ردود فعل مختلفه. هي الحكمه بتقول كده. فانا النهارده محتاجه اغير الاكشنز بتاعتي، واغير المايند سيت، طريقه تفكيري وطريقه منظوري، ان انا النهارده لما اجي ابتدي البيزنس بتاعي ابتدي بدايه بروفيشنال، ابتدي بمنتجات انا مصوراها ستيب باي ستيب، هلاقي نفسي بوصل للي انا عايزاه. بس ارجوكم لما حد يشتري منكم حاجه لازم يكون في نظام متابعه. ودي رقم 4، لازم يكون على طول بسأل العميل ايه اللي عجبك ايه اللي ما عجبكش، وابتدي اطور في شغلي علشان ابتدي اكون سمعة، واكون قاعدة عملاء ناس يحبوني ويبتدوا يشتروا مني، وابتدي ان انا فعلا اصعد من البراند بتاعي ده، من المنتجات بتاعتي، ان انا احسنها واخليها نمبر 1. لو انا عايزه ابقى نمبر 1 دولا عن المنافسين، لازم طول الوقت اكون في تطوير مستمر. خامس حاجة واحنا اتكلمنا فيها، ان ما ينفعش اكون بفكر بعقلية الهاوية او صاحبة الهاوية او الشغوفة بالبزنس، او ما اشتغل وقت ما انا عايزة، انام وقت ما انا عايزة، اسهر وقت ما انا عايزة، اظهر على السوشيال ميديا وقت ما انا عايزة، اعمل بوستنج 10 في اليوم والايام التانية ما اعملش اي بوستات خالص. لا، لازم افكر بعقليه صاحبه البيزنس. صاحبه البيزنس لازم تكوني بتفكري في ان انا الشغل بتاعي النهارده، انا النهارده في 10 بوستات جاهزين، انا مش هنزلهم كلهم مره واحده، هنزل ال10 دول في ال7 ايام اللي جايين، او في ال10 ايام هقسمهم في ال10 ايام اللي جايين، بحيث ان انا طول الوقت اقدر ان انا اكون اكتف. لما اكون بفكر بعقليه صاحبه البيزنس، هفكر ازاي اسعر بطريقه صحيحه علشان تضمن لي ان انا لما يجي لي اوردر كبير الاقي فلوس والاقي سيوله عشان اعرف انفذ الاوردر ده. لما اكون بفكر از صاحبه بيزنس، هحسب تكاليف التسويق، واحسب تكلفه كمان ان انا يكون ليا اعرف ان انا اعمل استشارات، او ان انا استعين بحد منتور، لان المنتور بيوفر كمان عليا وقت ومجهود، وبيقدر يطور البيزنس وياخدك من ايدك كده ويوصلك للمستوى الاعلى من البيزنس بتاعك، او للمرحله الاعلى من مستوى البيزنس بتاعك ويطوره. فانا النهارده لازم اعمل حساب ده، ما اشتغلش على قد الحافي قوي،
احاول بقدر الامكان ان انا اطور واشوف السوق عايز ايه، ابتدي اشوف واسبق منافسيني بخطوه، اشوف الاسواق الجديده زي سوق الهند او سوق الامارات بيكون فيهم احدث صيحات الديكور والفاشن، فبيكونوا فاقدر ان انا لما اشوف الافكار اللي موجوده والترندات اللي موجوده هناك هسبق منافسيني هنا بثلاث اربع سنين 5 سنين كمان. ف... فهقدر ان انا اكون اجي في عقل الزبون اول واحده. ما هو دي فكره ان الزبون يجي يشتري منك، ما يشتريش من غيرك. من ضمن الحاجات ان انت تصميماتك مميزه، تصميماتك ترندي، تصميماتك مميزه مش موجوده عند حد تاني، مش كلنا كوبي بيست من بعض. خلاص. فال5% بقى اللي الناس بتنجح ايه، احنا عرفنا الاخطاء ال95%، ال5% بيعملوا ايه؟ 5% بيعملوا حساب تكلفة، بيعملوا استراتيجية تسعير تضمن لهم النمو، بيعملوا ماركتينج بلان كويس جدا جدا، بيصرفوا على الباكجينج بتاعهم وعلى البراندنج بتاعهم. ومن ضمن حاجات البراندنج او ان انا باسس براند قوي، ان انا اهتم بالباكجينج بتاعتي. ببتدي ان انا احط صندوق واقسم واعمل اداره ماليه بشكل معين علشان اعمل نسبه معينه زي 20% من الارباح بتاعتي، دي هي دي هطور فيها، ادخلها في المشروع بتاعي، تطور من المشروع وتكبره. اجيب مكن جديد، اجيب ادوات جديده، اجيب ادوات تغليف جديده، اطور في التليفون بتاعي، الكاميرا تبقى كاميرا احسن او موديل احسن عشان تبقى الكاميرا تبقى احسن، اجيب رينج لايت، اجيب. فالنهارده صحاب البيزنسز الرائدات في المجال بيعملوا خطة عمل، بيعملوا بيزنس موديل كنبة، بيعددوا مصادر الدخل. ودي احنا اتكلمنا فيها في الحلقة اللي قبل كده من بودكاست ابداعي، اللي هو الحلقة رقم 3، ازاي تأمني نفسك من آم، تقلبات السوق. ودي مهمة جدا جدا إذا كنت فعلا عايزة تكبري البيزنس بتاعك، تتفرجي عليها. وإن كنت عايزة فعلا مبيعات تجيلك كل شهر بشكل كبير، ويكون عندك عملاء، تقدري توصلي لعملاء بشكل أكبر، فأنصحك جدا تتفرجي على الحلقة دي. وبس كده. وأتمنى النهاردة تكون الحلقة مفيدة ليكم. ولو حابين إن تشتركوا معانا في الراوند الجديدة بتاعت والكورس الجديد بتاع سكيل يور كرافت هوبي، انا عامله لكم خصم حلو جدا جدا جدا. الخصم ده هيكون مده 50% لمده 3 ايام بس، اللي تتفرجوا علينا في الشانل هنا وفي على القناه. تقدري ان انت حالا تشتركي في ال الكورس ده. هتسيب لك رابط في اليوتيوب في الديسكربشن بوكس، تقدري تشتركي فيه وتقدري تسالينا عليه وتقدري تنورينا في الكورس ده. وكمان هيكون في ضمان استرداد اموالك اذا ان انت ما قدرتيش توصلي لاول 50 عميل من خلال الكورس ده. وده الضمان اللي انا بقدمه لك في الكورس ده. الكورس ده احنا هنشتغل فيه سريعا في ايه، نشتغل فيه في البزنس والبراندنج. واول كمان مرحله واهم مرحله اللي احنا بنشتغل فيها في اول مرحله خالص قبل البراندنج والبزنس، نشتغل على المايند سيت وعلى الافكار وعلى التخطيط. فدي مهمه جدا. وبنشتغل كمان في جزء فيها في النفسيه. فانا بحب جدا جدا حته ان احنا نشتغل من جوه لبره. وده اسلوبي الجديد معاكم في الكورسات الجديده. يمكن برنامج ابداعي احنا اشتغلنا شويه تخطيط وعملنا مراحل كبيره، وبيختلف شويه ان هو برنامج ابداعي اكبر من حيث الكم بتاع المعلومات، واكبر في مده الدراسه والتدريب. لكن سكيل يور كرافت بزنس احنا متفقين ان هو هيكون 3 ايام. 3 ايام دول هنشتغل كل يوم هنشتغل فيه على حاجه معينه في البيزنس بتاعك. اول يوم هنشتغل فيه على المايند سيت وعلى الافكار بتاعتنا وعلى مشاعرنا وعلى مهارات التخطيط بتاعتنا ازاي نعملها. تاني يوم هنشتغل فيه البيزنس والبراندنج. تالت يوم هنشتغل في البرايسنج والمبيعات، التسعير والبيع. خلاص. فاحنا ان شاء الله ال3 مراحل دول هنشتغل فيهم خلال 3 ايام، وان شاء الله هتقدري توصلي لاول 50 عميل. لو ما وصلتيش لاول 50 عميل وطبقتي الخطوات دي، تقدري تستردي فلوسك على طول من خلال يعني وسائل الدفع. خلاص. طيب اتمنى ان شاء الله الحلقه دي تكون عجبتكم. وما تنسوش لايك وسبسكرايب، وسيبوا لي تحت كومنتاتكم، اتشرف بيها واتعرف عليكم واكون مبسوطه جدا جدا لما بشوف كومنتاتكم. وباي باي.